صباح الفل على احلى واغلى اخوات في الدنيا، عاملين ايه؟ ان شاء الله يا رب تكونوا بخير وباحسن حال. عارفه ان انا متاخره حبتين، بس اعذروني بقى، دخول الجو والبرد والواحد تعبان وجايب اخره خالص. فالله المستعان على كل حال. عاملين ايه؟ طمنوني عليكم في الكومنتات. ممكن تشوفوا تدعوا لي بصلاح الحال، ربنا يصلح حالي وحالكم يا رب، اللهم امين. النهارده كده جايين بروتين خفيف جدا سريع قوي. اول حاجه كده كان عندي برجرايه كده في الفريزر كده، ويتيمه ولهاش لا اب ولا ام ولا حد مونسها، قلت كده اما اجيبها ايه اعملها كده فطار للولاد. وكان عندي برضو الفينو ده، كانت اخر واحده برضو يتيمه كده يا عيني، فقلت لا تعالى بقى نجمعهم كده. ونعمل بوم فطار حلو كده نفطر بيه. قلتها عادي جدا وفتوتش عادي خالص، وقفت حطها فيها وشويه طماطم على شويه فلفل وخياره وبس كده. وفطرنا وشنا الشاي. ندخل بقى نجهز الغدا. غدا سريع جدا. هنعمل اول حاجه زي ما شوفين، جبت الطبق بتاعي حطيت في كل الحاجه اللي انا هستخدمها. وبعد كده جبت القطاعه بقى وهبدا اقطع البتنجان شرايح بقى زي ما انتوا شايفين. طبعا التقطيع ده بيرجع عليكي بقى، عايزه الحاجه طويل عايزاها مدور، احسن ما انت حابه. البتنجان الفلفل ده انا هفتحه كده من الجنب هقليه، فانا هفتحه كده من الجنب فتحه صغيره خالص، وبعد كده اروح على البوتاجاز اقلي على طول. هنا بقى هجيب بطاطس، حابه ان انا اسلق بطاطس كده كده وروشن كده على الولاد، فقلت كده ايه اسلقها بقشرها كده ونغير عن المعتاد شويه. بيني وبينكم الواحد اصلا ايديه تعباه ومش قادر اصلا يعمل حاجه بالسكينه، فبيستسهل على نفسه. قطعتهم بالشكل ده كده، هغسلهم وهولع عليهم مع شويه ملح وتوم كده يتسلقوا. وهنا بقى هجيب السلطه، هعمل بقى طبق سلطه حلو كده. طبعا انتوا عرفتوا هنطبخ ايه ولا لسه؟ حاجه اقتصاديه خالص، وجبه بصي حبيبه الشعب المصري. وبعد كده اقطع طماطم زي ما انتوا شايفين. طبعا القطاعه السكينه تلمه وبهدلت ايدي، يعني هبطت ايدي، يعني لو كنت قطعت على ايدي كان احسن، بس طبعا انا مسرعه على الفيديو فالحس ان الحاجه ايه ما شاء الله، السكينه حاميه نار. هقطع الطماطم وهقطع الفلفل وهقطع الخيار. هنعمل طبق سلطه حلو كده. لايك بقى وشير وسبسكرايب في القناه وفعلوا زر الجرس. صلوا على النبي كتير جدا، وادعوا لاخواتنا في فلسطين ان ربنا ينصرهم ويثبتهم. ويسر قلبهم يا رب، ويرحم شهدائهم ويشفي مصابهم يا رب، اللهم امين. هنا بقى زي ما انتم شايفين بقى عملت الخيار كده قطعته. واحد ايدي تعباه والله العظيم خايفه اقطع حاجه على ايدي عشان خاطر الميه او اي حاجه بتتعب ايده كده، وهتقولي البسي جوانتي وبتاع، ما بعرفش بتخنق. هنا بقى عملت انا الكشري طبعا اختصرت كل حاجه عليكم خالص، ماليش مزاج صراحه ان انا اصور واطول في الفيديوهات اليومين دول. عملت كشري كده وقدمت الاكل بالشكل اللي انتوا شايفينه. طبعا بطاطس سلقت وحمرتها، وحمرت فلفل وبتنجان وعملته دقه توم عاديه جدا. وبس حطيت بقى الطبق كده فيه في نص رز، وحطيت حواليه بقى اللهم صل على النبي الفلفل والبتنجان والبطاطس. ده الطبق ده وجبه الفرد. حبيت كده اغير لهم الشكل الاكل عن المعتاد كده، وحاجه ايه سريعه كده وشكلها حلو تفتح نفسهم. مش معنى ان هو اقتصادي كده نحط اي حاجه وخلاص، لا ندلع. هنا بس حطيت السلطه في طبق لوحدها بره عشان ما كانش ينفع احطها مع الرز وكده. وبكده بيكون خلص الروتين بتاع النهارده وخلصت الوجبه بتاع النهارده. اشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد. بس اهم حاجه انتوا تدعوا لي ان ربنا يصلح حالي وحالكم ويكبر خاطري، اللهم امين، ويحقق مطلبي انا واياكم يا رب جميعا. اشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد. مع السلامه.